بعد انفصالهم 6 نساء يشغلن مكان ياسمين عبد العزيز أمام أحمد العوضي. اعتدنا بشكل دائم ظهور الفنانة ياسمين عبد العزيز أمام الفنان أحمد العوضي بالبطولة النسائية في أغلب الأعمال الفنية، لكن عندما أعلن انفصالهم رسميا في مطلع عام 2024 لم نعد نراهم كثنائي في المسلسلات والأفلام، وانضم نساء أخريات للمشاركة في البطولة النسائية أمام العوضي في الأعمال الدرامية والسينمائية، بعدما قيل مؤخرا أن أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز لن يتعاونا في أعمال أخرى مجددا. وكانت البداية بالفنانة دينا فؤاد التي تعاونت مع أحمد العوضي للمرة الأولى في مسلسل حق عرب الذي سبق عرضه في رمضان 2024. ودارت الأحداث حول شخصية عرب الذي يحاول جاهدا الهروب من ماضي ثقيل يطارده باستمرار، لكن هذا الماضي لا يلبث أن يعود ليلاحقه فيضطر لمواجهته والتصدي له بكل ما فيه من ألم وصراعات. ثم وقفت أمامه بعد ذلك الفنانة زينة في فيلم الإسكندراني الذي عرض في عام 2024، حيث دارت أحداثه في مدينة الإسكندرية حول بكر الإسكندراني الذي يواجه سلسلة من الصراعات المعقدة مع والده وابن عمه وحبيبته. يدفع الضغط والخيبة إلى اتخاذ قرار بالسفر للخارج أملا في بداية جديدة وحياة مختلفة، وبعد أن ينجح في تحقيق ذاته يعود إلى وطنه، لكنه سرعان ما يجد أن الصراعات التي تركها خلفه لا تزال تلاحقه. بينما انضمت نجمتان أمام أحمد العوضي في البطولة النسائية وهن ميرنا نور الدين وكارولين عزمي في مسلسل فهد البطل الذي سبق عرضه في دراما رمضان 2025. ودارت أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الذي يعمل في مصنع للرخام بمنطقة شقة تعبان، وذلك بعد هروبه من عائلته في الصعيد بسبب تعرضه للظلم، ثم يقع في حب زميلته كناريا، لكن المنافسة بينه وبين والدها في سوق الرخام تضع عوائق كبيرة أمام علاقتهم. وتستعد الفنانة درة للدخول في السباق الرمضان المقبل 2026 في مسلسل علي كلاي أمام أحمد العوضي للمرة الأولى، والمتوقع أن تدور في إطار اجتماعي تشويقي، ويجسد العوضي في المسلسل دور ملاكم ويدير دار أيتام. ومساء اليوم أعلن المنتج أحمد السبكي انضمام الفنانة مي عمر لفيلم شمشون ودليلة كبطلة أمام الفنان أحمد العوضي للمرة الأولى، ومن المتوقع أن يبدأ تصوير الفيلم في الأيام المقبلة.